تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. لان التدليس والتضليل دي سمه من سمات الزملكاويه، ايا كان بقى الزملكاوي ده مين، اعلامي رياضي او اعلامي في برنامج توك شو عادي، هتلاقيه مضلل ومدلس ويقول لك حاجه بعكس الواقع تماما. هذا ما حدث من عمرو اديب تجاه الحكم نور الدين، وهو بيدافع عنه باستماتة وبيهاجم جماهير النادي الاهلي، علشان جماهير النادي الاهلي كشفت وعرت قد ايه ان في احتواء، ومسلسل الاحتواء مستمر من الموسم قبل الماضي. ولكن عمرو اديب شايف غير كده، بيقول لكم انتوا بتتكلموا ليه على الحكم يا اهلاويه؟ هو الحكم عمل ايه؟ ده الفار قال له تعالى، راح رجع للفار، الفار قال له احسب ضربه جزاء، راح حسب ضربه جزاء. هو الفار هو المتسبب، لكن الحكم بتاعنا جميل، طبق القانون، ما عملش حاجه غلط. ثم انتوا اهلاويه بتتكلموا على الحكم وعلى الاحتواء وعلى الفار وعلى كده. ده احنا فايزين 3. طب لو احنا فايزين مثلا 1 في الشوط الاول نقول ماشي، لو فايزين مثلا بغلطه تحكيميه نقول ماشي، لكن نادي الزمالك فايز 3. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان انا هرد على التدليس والتضليل اللي هو قاله. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل كلامنا. يلا بينا. نقطتين. النقطة الأولى، إيه المشكلة؟ ما أنتوا حلوين أهو. اللعيبة بتلعب في مراكزها والمدرب بيدرب وواقف على الخط وبيدي تعليمات. ده الزمالك بتاع السنة اللي فاتت. ده الزمالك اللي أنا أعرفه. ده الزمالك اللي أنا فاهمه، يعني حتى ضيعنا بينالتي في الأول، قعد قال لك مش هيحصل ده، جبنا 3 وزيزو جاب جونين ولافاتشي وشيكابالا جاب جون، وانا عجبتني جدا اللقطه بتاعت شيكابالا لما جاب الجون وراح سقف للجمهور وقال لهم احنا متشكرين ان انتوا واقفين جنبنا. يا جماعه اي نادي في الدنيا بيجيله كبوه، لكن ما ينفعش يبقى فيه كبوه وتفضل سايبها كبوه ورا كبوه وكل خد عليه كبوه. لا، انت لازم تبقى اهو رجعت اتوازنت تاني بطبيعتك، رجعت نادي خطير، نادي مهم، الناس بتلعب في المراكز بتاعتها، المدرب رجعت له روح تاني، بيدرب وبيتكلم وبيحط خطط، وانت شايف لعيبه موجوده في الملعب. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، يا جماعه احنا كسبنا 3. قاعد كل اخواننا يعني من النادي الاهلي عشان هو يقول لك ايه وانت مالك انت ومال الاهلي. طيب احنا النهارده كل الهاشتاجات معموله على حكم الماتش. هو مثلا الزمالك كسب في اخر 5 دقائق، جاب 3 اجوال اوف سايد، قال لك ايوه الحكم واداهم بينالتي. طب ما هي ضاعت يا عمي. الاحتواء والاحتضان، طب هو حصل إيه؟ انتوا ليه بتاخدوا مننا حقنا؟ يعني ده احنا كسبانين 3، يعني لو هو جون واحد كنت تقول معلش. وبعدين هو الراجل مش لوحده، ما في الفار، الفار موجود، هو الراجل بيقرر لوحده. راح للفار، ايه يا فار؟ قال له لا دي بينالتي. خلاص الراجل ما بقاش فيه حد لوحده يا جماعه. انما فكره ايه؟ اصله شفتوا الحكم عمل لنا ايه؟ هو خلاص هو احنا مفيش حاجه هتبقى عندنا سالكه؟ طب يا جماعه احنا في المركز الخامس ولا السادس وال60، عايزين مننا ايه تاني؟ ومش عارفين نعيد اللعيبه بتاعتنا، ما تسيبونا يعني ايه المطلوب؟ نسيب مثلا الدوري ده ونروح نلعب في دوري بيه؟ نسيب الدوري ده ونروح دوله ثانيه نلعب في الدوري؟ ما تخلوكم لطاف معانا كده. يعني خلاص ماشي، الف مبروك بقى. ليفربول اهو في المركز الكام، ايه المشكله يعني؟ وارد جدا ان يجي عندك كبوه وبتاع وترجع تاني، كان في مشاكل اضطرابات بتاع كل الكلام ده على راسنا ودماغنا، انما خلاص بقى. بس انا كمان برضه بصراحه يجب ان انا اقول، انا اول مره اشوف حكم بيتكلم مع اللعيبه كده على طول، يعني مع الفريقين، بياخد كل واحد يقول له تعالى افهمك غلطك، اقول لك انت عملت ايه، انا حسبت كل انت احنا ليه الحوار ده؟ حكم كان غريب برضه قوي، يعني كان حاجه عجيبه. يعني هو ايه؟ توت فاول، توت بينالتي، انت مش مطالب تشرح لحد. الحكم النهارده في الماتش كان بيدخل في حوارات طويله مطوله، احنا ما فيش كلام من ده، واللاعب يقول له كذا كذا، يقول له لا ما انت لما جيت كده، طب تعالى بس اشرح لك، طب انت مش عارف عملت كده ليه، طب وانت سايب ده ازاي؟ احنا ايه يا جماعه ده؟ الحكم ما بيتكلمش، الحكم في بقه صفاره وقرار وخلاص وانتهى. المهم يعني حبيت اقول لكم فقره قادمه
تعالوا نبدا من البدايه. عمرو اديب اتكلم وقال ان اداء ورجوله ومش عارف ايه ودينا بنلعب ولا. هنسيب النقطه دي عشان دي نقطه خاصه بنادي الزمالك، لان نادي الزمالك كان بيلعب باثنين مدربين، فجاه انت اقعد يا فيريرا، لا فجاه مش عارف انت اقعد يا اسامه نبيه، بس ده ما يخصناش، احنا بنتكلم على الحاله التحكيميه. هو بيقول لك احنا فزنا 3، انتوا زعلانين ليه؟ فزنا 3. طيب قبل ال3 يا عمرو يا اديب، انت بتقول ان الفار نده للحكم وقال له احسب ضربه جزاء. هو نده للحكم وقال له احسب ضربه جزاء في اللعبه الاولى. في اللعبه الاولى يا ضلالي، اللعبه بتاعت حسام حسن ما حسبهاش، راح الفار قال له لا تعال ده فيها ضربه جزاء، بص الزاويه دي بتقول ضربه جزاء والزاويه دي بتقول ضربه جزاء، ودايس على رجله ومفيش اي يعني قرار من الحكم قبل الفار ما يجي قول له تعالى، والفار قال له تعالى وهو نفذ اللي في دماغه، عشان دي قرارات واجنده واخدها في دماغه علشان يطلع بالماتش والزمالك لازم يفوز. يسكت الحكم؟ لا ما يسكتش، يحسب ضربه جزاء وهميه على سموحه. والفار اللي انت بتقول الفار نداله قال له دي مش ضربه جزاء، تعال شوفها. ما هو لو ضربه جزاء وبيصدق على الحكم خلاص مش هيقول له تعالى، لكن هو قال له تعالى علشان اصلا الناس اللي قاعده على الفار شايفه ان دي مش ضربه جزاء وفيها شك، تعالى شوفها. قال لك لا مش هشوفها، لا دي ضربه جزاء. يا عم ازاي ده ما لمستش ايده؟ لا هي ضربه جزاء. يا عم ده اللاعب عمل تاكلينج وجسمه كله مرمي على الارض، ايده طالعه سنه، ايده نازله سنه، المهم ان ايديه اصلا على الارض وجسمه على الارض، لا احسبها ضربه جزاء. فضربه الجزاء واضحه ووضوح الشمس، الاولى بتاعت حسام حسن والثانيه ما فيهاش ضربه جزاء. تعالى بقى النقطه، احنا فايزين 3. ما هو لو كان حسب ضربه الجزاء الاولى الزمالك كان هيعمل ايه؟ كان هيضغط على نادي سموحه هيقفل وهيلعب على المرتده، نادي الزمالك هيفتح خطوطه، الزمالك معرض ان يجي في الثاني. صح ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انت لما تدي عده انذارات للاعبي سموحه وتمسك المساعد بتاع المدرب وتديله انذار وكل كلمه والثانيه تشخط وتنطر في لاعبي سموحه، ولاعبي نادي الزمالك ما فيش واحد فيهم حصل على انذار اصفر، لا ده انت عندك 6 مباريات لنادي الزمالك، نادي الزمالك ما حصلش على ولا انذار ولا كارت اصفر او احمر. 5 مباريات في ماتشات الدوري ومباراه في الكاس ما فيش اي انذارات لنادي الزمالك. فلما يبقى في تحجيم للعيبه بتاعت سموحه في ارض الملعب وتدي براح ومساحه من لنادي الزمالك ان هم يعملوا اللي هم عايزينه، وخدوا ضربه جزاء وهميه لدرجه ان زيزو رد فعله بعد ضربه الجزاء كان رد فعل عجيب، يعني لا بص ولا راح ولا جري ولا حاجه، مش مصدق ان دي اتحسبت اصلا ضربه جزاء، هو فاكر ان الحكم بيصفر عليه هو ارتكب مخالفه او حاجه. لكن عمرو اديب يقول الحقيقه مستحيل. هو ده الاعلام المضلل، هو ده الاعلام المنافق، هو ده الاعلام المدلس اللي بيوديك في اتجاه واصلا انت شايف الكوره وشايف المباراه سايره في اتجاه تاني اخر. ده مش اول ماتش هيتم فيه الاحتواء ولا اخر ماتش هيتم فيه احتواء لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك عايش على الاحتواء زي النبات المتسلق، ما يعرفش يعتمد على نفسه، بيعتمد على الاخرين بس ادينا هنشوف الزمالك في افريقيا السنه دي هيعمل ايه، لان افريقيا ما فيهاش احتواء، ده افريقيا فيها مجاملات للناس اصحاب الارض، في سواء مثلا في شمال افريقيا او في جنوب افريقيا او في وسط افريقيا او في اي حته في افريقيا، هتبص تلاقي نفسك يا الزمالك بين قوسين او ادنى من فضيحه وحصار، لان هناك ما فيش احتواء ولا بروتوكول عصام هناك ولا محمد ولا في ابراهيم نور الدين ولا الناس اللي بتطبطب عليك هنا في مصر ولا اللي بتديك دوري احتواء ولا في كامل بيه اللي بيتصل بالمسؤولين علشان نادي الزمالك يعني يحافظ على المنطقه الدافيه او يزقوه بدل ما هو في المركز السادس يزقوه الرابع الدوري او خامس الدوري علشان يحسن من مركزه. بس احنا بنقول لعمرو اديب خليك حقاني وبلاش شغل الضلال والتضليل ده، لان ما ينفعش انت تبقى اعلامي وبتقول على نفسك زملكاوي وان انت ما بتفهمش كوره. يعني اللي انت بتقوله ده اسمه استعباط واستغفال، كونك ان انت بتخاطب فئه معينه من جماهير نادي الزمالك بلهاء دي حاجه تانية. احنا بنتكلم كوره وبنتكلم باللوائح وبالقوانين. لو كانت الكوره الاولى اللي ما اتحسبتش ضربه جزاء كانت جت جول
كان الامر اختلف وكان الوضع اختلف. بس يا ريت يا عمرو يا اديب يبقى عندك نوع من انواع الضمير المهني قبل ما تبقى زملكاوي. انت انسان وبتفهم، لازم يبقى عندك عقل تميز بيه الصح من الغلط. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي. السلام عليكم.